الأذن تعشق قبل القلب أحيانا. كلام النهاردة عن شوال الرز، الشوال اللي مصمم إنه يشوه صورة الرموز المصرية بالذات. وللأسف مش هو لوحده، ده اللي بيساعده وبيدعمه للأسف مصريين. إيه سبب كرهه لأم كلثوم؟ أنا مش فاهم. إنه يعمل فيلم ويصرف عليه ملايين الدولارات، مش فاهم وجهة نظره. بقى مطلع أم كلثوم حريقة سجاير، بخيلة، عاقب أبوها وأمها وأخوها، مطلعها على طول مبرقة وبتزعق وبتتخانق. هي دي أم كلثوم من وجهة نظركم؟ أنا نفسي أفهم سبب واحد لتشويه الرموز المصرية بالطريقة دي. طب ليه بتتكلموا على أم كلثوم وغيرها من الفنانين والرموز المصرية وما بتتكلموش على الحاكم اللي عندكم اللي قلب أطهر أرض على وجه الكرة الأرضية لمدعرة؟ ليه ما بتتكلموش على الشوال اللي ممشي كل حاجة بالفلوس واللي بيشتري كل ضعاف النفوس بشوية فلوس؟ ليه ما بتتكلموش عليه لما بيتجوز واحدة واتنين ويعذبهم ويضربهم ويقفل أبواب الرزق في وشهم، ولو حد ساعدهم يبهدله؟ ليه ما تكلمتوش على الحاكم اللي لو حد اعترضه يبعت له مافيا ويخلصوا عليه ويقطعوه؟ وليه ما اتكلمتوش على الحاكم اللي عامل حجر لابوه ولعمه والخاله واللي عشان ما فيش حد يعرف يتكلم معاه؟ ليه ما اتكلمتوش على الشوال الأزعة اللي لما حد بيزعله بيدفع مليارات عشان يقطع الألسنة؟ بقى أم كلثوم عاقة لأبوها ولأمها وأخوها، أم كلثوم بخيلة، أم كلثوم على طول مزعقة، أم كلثوم على طول بتشرب سجاير. بقى أم كلثوم اللي اتبرعت للمؤسسات وقت الحروب بخيلة. أم كلثوم اللي عملت حفلات كتير مجانية علشان البلد. أم كلثوم اللي كانت تسافر في أي دولة رئيس الدولة بنفسه هو اللي يروح يقابلها ويستقبلها. أم كلثوم اللي اتعمل لها حفلات في كل الدول أعداد المستمعين فيها أكتر من بلدك. أم كلثوم بخيلة. أم كلثوم على طول متعصبة ومتنرفزة وبتزعق وبتبرق. أم كلثوم ما بتسيبش السيجارة من إيديها. يا جاحد، العيب مش عليك، العيب على اللي ساعدك. وللأسف مصريين، للأسف مصريين، بس عبدة الجنيه، عبدة الريال، عبدة الجنسية. انت مهما عملت يا شوال الرز هتفضل في مكانك إلا شوال. ملكش قيمة، ملكش لازمة، مفيش حد بيطيقك ولا بيحبك، كله بس عشان فلوسك. لكن انت هتفضل عندك عقدة النقص، ومهما حاولت تشوه الرموز المصرية احنا عمامك أسيادك يا شوال.